في اشاعه كانت متداوله يعني تقريبا من شهر او حاجه زي كده، انضمام الممثله اليزابيث اولسون للموسم الثاني من مسلسل هاوس اوف دراجون. هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ انا كنت عايز اتكلم عن الموضوع ده من فتره، بس هي الاشاعه دي نزلت واحنا كنا بنتفرج على مسلسل هاوس اوف دراجون، فاللي هو ما كانش ليها وقت خالص اللي احنا نتكلم عليها. فقلت ماشي، هستنى بقى الموسم الاول يخلص بعدين نتكلم عن اي حاجه ليها علاقه بالموسم الثاني. مبدئيا الاشاعه دي ظهرت وبعديها بيوم تقريبا ظهرت اشاعه تانية، انضمام الممثل هنري كافيل للموسم الثاني برضه عادي جدا. فالاشاعتين خبطوا في بعض كده يومين ورا بعض، كانت متداوله بشكل مش طبيعي وعامله ضجه، يعني لدرجه ان هو احنا وصلنا بقى اللي هو ان الناس دي بتتسال. طبعا حوار هنري كافيل ده قبل ما نسمع عن حوار ذا ويتشر اللي هو ماشي من مسلسل ذا ويتشر، فاللي هو كان موضوع مضحك. مش منطقي ان هو هيعمل مسلسل ذا ويتشر على نتفليكس في نفس الوقت بيرجع لسوبرمان، وفي نفس الوقت هيعمل هاوس اوف دراجون. الراجل برضو زي ما قلت قبل كده ما عندوش انقسام ميتوزي، فيعني الموضوع مش منطقي. فتاني يوم على طول من حوار هنري كافيل دي الاشاعه دي اتنفت. هو ما صرحش بشكل رسمي بس احنا عرفنا من مصادر، يعني من مصادر موثوقه اللي هو صباح الفل يعني. لكن حوار اليزابيث اولسون ده فضل يوسع شويه، يوسع لدرجه ان ناس كتيره جدا بدات تعمل نظريات يا ترى اليزابيث اولسون لو انضمت للموسم الثاني هتعمل دور ايه. طبعا اكتر النظريات واكتر الحاجات اتقالت ان هي هتعمل دور الساحره الحمراء دي ولا ايه، ان اللي كانت ظاهره في جيم اوف ثرونز، لان في تشابه شويه في الشكل. زائد كمان طبعا اليزابيث اولسون ذا سكارلت ويتش في عالم مارفل السينمائي، فخلاص في ميك سنس ساحره في عالم مارفل السينمائي تبقى ساحره في هاوس اوف دراجون. صباح العبط يعني. بس طبعا الناس اللي عملت النظريات دي كانت تحترم جدا، ملهاش علاقه بالحاجات دي يعني حوار مارفل والكلام ده، بس كانت نظريات حلوه وتميك سنس، اللي هو بما ان هو مسلسل هاوس اوف دراجون بيدور في زمن اقدم بكتير من جيم اوف ثرونز، فطبيعي جدا واحنا عارفين كويس جدا ان الساحره اللي كانت ظاهره كانت كبيره قوي، كانت عجوزه، فاللي هو ماشي هي هتعملها وهي صغيره، فماشي النظريه بصراحه تحترم وكانت مظبوطه يعني. بس برضه يعني مش يعني حبكت يعني. اشمعنى اليزابيث اولسون؟ طب ما انت ممكن تجيب اي واحده شبه الممثله الثانيه دي، اشمعنى اليزابيث اولسون؟ واشمعنى تجيب اتقل اسم في المسلسل يبقى الدور الساحره وملوش علاقه خالص بالتايجيريان او بالهاوس اوف دراجون؟ اضربها كده في دماغك، مفيش منطق بصراحه يعني. النظريه بصراحه تحترم بس الموضوع مضحك. بس طبعا الموضوع ما خلصش على كده، الموضوع وصل كذا مره تتسال اليزابيث اولسون على الموضوع ده، اللي هو الموضوع من كتر ما هو كبر اتسالت. فطبيعي جدا والمنطقي والرد المنتظر لاي ممثل او ممثله بيردوا على اشاعه نفت الخبر. في الصناعه دي تعودنا انه اوعى تسمع كلمه من ممثل، لان هو ممثل بيمثل معروف، وبيبقى ماضي على عقد اسمه اختصاره NDA، اللي هو بيبقى ما ينفعش يتكلم على الدور ده لان هيدفع فلوس لو حرق في العقد او حرق ان هو مضى على الشخصيه دي او مضى في المسلسل ده من غير ما الاستوديو يصرح له. فالخلاصه هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ بصراحه يا جماعه انا طبعا مش هاخد بكلام اليزابيث اولسون نفسها، لان طبعا هي ممكن لو مضت فعلا مش هتبقى مصرح لها تقول حاجه زي كده، بس بالمنطق كده يا جماعه حاجه زي دي مستحيله يعني. انا طبعا حاجه لما شفت الاشاعه دي اتبسطت وقعدت ادور ايه ده. طبعا اليزابيث اولسون انا بحبها جدا وبحسها اضافه عظيمه لعالم مارفل السينمائي، وبحسها ما هي شخصيه موهوبه كده وعسوله، بحب قلبي يعني، بحبها قوي يعني. بس بالعقل كده يا جماعه يعني انت عملت الموسم الاول وما جبتش نجوم، ده كده بنتكلم باجماع بقى عن اليزابيث اولسون وهنري كافيل. طبعا الناس اللي موجوده في الموسم الاول تحترم وناس جامده وكل حاجه بس مش نجوم، فانت الموسم الثاني هتجيب لي نجوم وكمان مش البطله يعني. كمان انت يعني انت عندك الابطال مش نجوم، انت هتجيب لي ناس مساعده نجوم؟ هل ده يعقل؟ زائد كمان حاجه، انت مش مسلسل دراما ولا مسلسل مثلا تكلفته قليله، لا مسلسل هاوس اوف دراجون تكلفته تقيله قوي، اعلى تكلفه للمنصه تقريبا. فانت هتزود تكلفه المسلسل بوجود ممثل او ممثله تقيله عشان تزود البادجت بتاعت المسلسل، وانت عندك جرافيك والحاجات دي، انت عندك جرافيك وفي اف اكس، عندك حاجات غريبه تقدر، عندك تانيين بقى، عندك حاجات فوت تعملها. فانت هل ده منطق اللي هو انت عندك مسلسل بادجت كتيره فتجيب ناس تقيله ممثلين تقال لادوار مساعده ملهاش اي قيمه في وسط هاوس اوف دراجون؟ يعني احنا عارفين مين الابطال كده خلاص يعني. فبصراحه مش شايفها منطقيه وشايفها اشاعه. ولو في حاجه حقيقيه في الموضوع ده ممكن اقول عليه مثلا هم ممكن في دماغهم في يوم من الايام يعملوا قصه جديده في هاوس اوف دراجون بعد ما القصه دي تخلص،
ويجيبوا نجم ساعتها بقى او نجمه، اللي هو خلاص المسلسل بقى اعلى، وصل لاعلى مراحله. فخلاص اللي هو انت قشطه، مفيش مشكله، انت تصرف فلوسك براحتك بقى، وكده كده هتبتدي قصه ببطلها بقى، اللي هو مثلا انت عندك ايجون الاول اللي هو اسس العيله دي مثلا، ممكن تجيب هنري كافيل لو عايز، ممكن تجيب اليزابيث اولسو زي ما انت عايز، تقدر تعمل اي حاجه. ممكن مثلا عايزين يعملوا حاجه من عالم جيم اوف ثرونز بس بطوله اليزابيث اولسون، ممكن انا اشتريت لو ممكن يكون هيعمل حاجه مشتقه لشخصيه ما في عالم جيم اوف ثرونز، بس الصحفي اللي اخدها افتكرها هاوس اوف دراجون. ده برضه بيت ميك سنس، لان كده الموضوع بيفكرني باشاعه قديمه جدا كانت بتاع جوني ديب، هو اللي هيعمل نايت كينج تقريبا في فيلم في الموسم الاخير من جيم اوف ثرونز اللي هيتعمل فيلم ويتعرض في السينما. دي اشاعه شبهها فشخ، كانت فاكر كانت منتشره انتشار مش طبيعي. فدي حاجه كده منتشره، فحبيت ان انا انوهها، والناس كتيره جدا مصدقه ان اليزابيث اولسون موجوده في الموسم الثاني وهنري كافيل هيظهر ومش عارف الكلام ده. يا جماعه مش حقيقي، كان لازم نتكلم عن حاجه زي دي ونوضح الدنيا. طبعا المسلسل ماشي زي ما هو بنفس الكاست وكل حاجه، وطبعا لو في اي اخبار واي حاجه اي اشاعات للموسم الثاني يعني هتلاقيني بتكلم عليها هنا يعني. بس كده يا جماعه، ده الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون عجبكم. كان معاكم زياد المغربي من كوميدي ستيشن. أز كابوريا لو أزوني حأز المجا فيجا دي